مش قلت ضيوف طبعا لان حضراتكم يعني بقيتوا اصحاب مكان. والملتقى الثقافي ده من احسن الفعاليات اللي موجوده في مكتبه مصر العامه، واحيت يعني الشكل الثقافي للمكتبه، بالاضافه انها عرفتنا على شخصيات جميله جدا موجوده في محافظه قنا، الواحد عمره ما كان هيلتقي يعني بيها لولا هذا الملتقى الثقافي الجميل اللي اسعدنا بوجودكم جميعا. وطبعا احنا شرفنا بوجودكم، واتمنى ان شاء الله باذن الله ان المكتبه تكون على حسن ظن حضراتكم من حيث المكان ومن حيث الاعداد ومن حيث الموضوعات اللي احنا بننتخبها وبنختارها علشان نتناقش فيها ونتحدث عنها في هذا الملتقى الثقافي. واترك الكلمه دلوقتي للساده الزملاء. كلمة الدكتورة قدمها. لا وكلمة أيضا الدكتورة شيرين عشان نسمع صوتها، لأن صوتها الحافز والبلسم لجميع القلق الذي يكتنف هذه النفوس. السلام عليكم. حضراتكم أنا شيرين العدوي، نائب مدير مكتبة مصر العامة وقائد أعمال مدير تنفيذي المكتبة. أنا سعيدة جدا بوجود حضراتكم في مكتبة مصر العامة. حضراتكم زي ما قالت الدكتورة دعاء، حضراتكم مش ضيوف، حضراتكم تعتبروا أصحاب المكتبة لولا الثقافة وحضراتكم وجودكم هنا في المكتبة. طبعا احنا أول ما تم افتتاح المكتبة تم اتهام إن احنا مكتبة مصر العامة تم تهميش المثقفين داخل محافظة قنا، لم يتم دعوتهم في افتتاح المكتبة. احنا دلوقتي إذا كان الافتتاح كان يوم 15/6/23 ده كان يوم واحد بس، أما دلوقتي حضراتكم أساس المكتبة موجودين في المكتبة كل شهر تقريبا معانا، صح كده؟